وياكم سمسم المدمرة المخابز ومعجنات. اليوم راح نسوي جرك مرشوش عليه، أنا أقصد مرشوش عليه سمسم بطريقة كل سهلة ومميزة، وتحصلين على هذا الجرك أبو السمسم ويا استكانة شاي والسمسم الفواحة أو اللي بعد الشريط. شوفوا الطريقة، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك ولايك. 3 كوب مال طحين وملعقة خميرة وربع كوب من الزيت، وراح أضيف نص كوب من السكر وفانيلا وماي حسب الحاجة لحد ما أحصل على عجينة حلوة بهاي الشكل. نعجنها فردينها لحد ما تصير عجينة ما تلزق وكلش ناعمة وحلوة. خليها تختمر لمدة نص ساعة، ومن تختمر نشكلها هيك 3 روايات بهذا الحجم، ونخليهن يرتاحن 5 دقايق حتى شنو يسهل علينا الفرد. والطريقة الثانية والخنفشارية، جبت ماي وحطيت فوقه شكر وخلطته وفردتها بهاي الطريقة. هاي الطريقة راح نحصل على جرك يصير بلمعة زين وهمنا يصير منفوش. اغمسها بالماء بهاي الطريقة واخليها بالقوالب مالتي وارشها بالسمسم واخليها ترتاح بمكان دافي لمدة ساعة كاملة تنفش عندي هواي. وبعد ما ارتاحت ونفشت بهذا الشكل ادخلها على فرن حامي من فوق ومن جوا، ومن تتحمر تطلع لنا بهذا الشكل وتاكلينها. والف صحة وعافية. ان شاء الله عجبكم الفيديو، مع الف سلامة.